عايز تعرف قد إيه صعب إنك تطيح بفارس لابس درع كامل في العصور الوسطى؟ خلينا نبدأ بالدرع نفسه. الخوذة كانت من حديد مصقول ومقوس، يعني أي سيف يجي عليها كان يزحلق كده كأنه خبط في مراية. مفيش سيف ولا فاس كان يقدر يخترقها بالقوة. أما درع الصدر ده كان أصلب وأقوى، كان بيصد السيوف والفؤوس عادي جدا. حتى سهم النشاب اللي هو القوس الحديدي ما كانش يعمل أكتر من علامة خفيفة عليه. كل حافة في الدرع كانت ملفوفة ومتعززة علشان مفيش سيف يقدر يدخل بين الفتحات، وجوه كانوا لابسين جاكيت مبطن سميك وبيمتص الصدمات، فحتى الضربات القوية نادرا ما تكسر أي عظم. المفاصل كان فيها صفائح متحركة، والجزمة كانت قوية بس مرنة، والقفاز الحديد كان بيتني بسهولة. يعني إصابة الفارس بأسلحة عادية حاجة شبه مستحيلة. الدرع ده كان تحفة فنية، بس المحاربين كانوا أذكياء، استخدموا مطارق الحرب أو فؤوس طويلة يضربوا بيها عشان يطبقوا الحديد أو يقعوا الفارس من على الحصان، ويستهدفوا النقاط الضعيفة زي تحت القبط أو مؤخرة الرقبة. قبل ما الأسلحة النارية ما تظهر، الفارس اللي لابس درع كامل كان عامل زي قلعة ماشية على رجلين. بس الأسطورة بتحكي إن في سلاح واحد بس كان يقدر يطيحه بضربة واحدة بس. لو تعرف إيه السلاح ده قولي في الكومنتات. وأخيرا لو عجبك الفيديو اضغط لايك وشير، وتابعني وانتظر المزيد. شكرا.